برعاية من محافظ شبوة عوض الوزير اختتمت فعاليات مهرجان التراث وسباق الهجن والفروسية في مديرية عسيلان بالمحافظة. استمر المهرجان مشاهدين لأيام وشهد أجواء احتفالية مفعمة بالحماس والروح التراثية الأصيلة، حيث تجمعت أعداد كبيرة من المتسابقين والزوار من مختلف المحافظات الجنوبية. تضمنت الفعاليات مجموعة من السباقات المثيرة والهامة، أبرزها سباقات الهجن التي تجسدت فيها روح المنافسة، بالإضافة إلى مسابقات الفروسية التي أظهرت براعة الفرسان ومهاراتهم في فنون ركوب الخيل. كما تم عرض العديد من الأنشطة التراثية التي عكست أصالة وثقافة الإنسان الشبواني البيحاني القتباني العريق، مما سمح للزوار باستكشاف التنوع الثقافي الكبير في أرض قتبان العريقة. للحديث عن هذا المهرجان أكثر سيكون معنا الصحفي والناشط الأستاذ ماجد الحارثي من شبوة علشان يكلمنا عن تفاصيل هذا الكرنفال. حياك الله أستاذ ماجد، وأهلا وسهلا فيك معنا في ديوان بلقيس. أهلا وسهلا بكم. في بداية حديثي أود أن أشكر حضراتكم على حضورها الدائم لمهرجان التراث والفروسية في وادي بالحارث مديرية عسيلان محافظة شبوة، وأشكر مراسلكم الرائع أبو بكر الذي كذلك له حضور دائم وفعال. الشكر موصول أستاذ ماجد. وبداية لو تضعنا وتضع المشاهدين أيضا في الصورة حول هذا المهرجان، يعني طبيعته وطبيعة الفعاليات فيه. المهرجان يبدأ بشكل سنوي مستمر، انطلق في مطلع الألفية الجديدة عام 2000 ميلاد، وانقطع فترة لظروف خاصة وعامة بالبلد والمنطقة، ثم استعاد نشاطه في 19 وما بعدها. بدأ المهرجان محصورا على مديرية عسيلان، ثم توسع إلى بقية منطقة بيحان بمديرياتها 3، ثم توسع على محافظة شبوة، والنسختين الأخيرة شهدت حضور من بقية المحافظات الذين رغبوا بالحضور. هذا العام شارك من الهجن 276 من الهجن و75 من الخيل، فكان الحضور غير محصور على المناطق، ووضعت أرقام للتواصل مع اللجنة، ومن حب أن يشارك تواصل معهم، وتم الترحيب بالجميع حضورا ومشاركين. يعطيكم العافية على هذا التنظيم والذي شهد له الكثير، يعني أنه كان التنظيم لهذا المهرجان جميل ورائع، وقد اشتهر المهرجان بشكل واسع ما شاء الله على مواقع التواصل. فما سر هذا التنظيم والانتشار هذا العام يعني أستاذ ماجد مقارنة بالأعوام السابقة؟ هو عمل منظم يتطور بشكل سنوي، وهو عمل شعبوي، عمل مجتمعي بعيدا عن أي تدخل مثلا لا تنظمه شركات أو أناس محترفين. تعاون بين أبناء مديرية عسيلان وبقية مناطق بيحان، يشهد دعم كبير من قبيلة بالحارث وهي اللي قائمة عليه، لكنها ترحب بمن يشارك سواء في الإعداد أو في الدعم أو كذلك حتى في التنظيم. هذه المرة كانت استثنائية، لأن الإعداد لها كان مسبق، وتم التخطيط والترتيب له بشكل كبير، تم الاستفادة من أبناء المنطقة الأكاديميين الذين لهم يعني باع في الأعمال التنظيمية والأعمال المشابهة لهذا العمل. فكان يعني استثنائي. والتواصل الاجتماعي اليمني وحال بلدنا لا يخفى على الكثير، يتعطش لأي جانب جمالي في اليمن لكي يظهره. الإنسان اليمني بطبيعته يبحث عن أي شيء يظهر الصورة الإيجابية عن اليمن، وهذا المهرجان في كل سنة، وليس هذه السنة، في كل سنة يشهد رواج كبير ويصعد ترند في اليمن، لأن الإنسان اليمني يرى في هذا المهرجان أنه
يمثل الإنسان اليمني، سواء الإنسان اليمني البدوي الصحراوي أو الإنسان الجبلي أو الساحلي، بكل تضاريسه الإنسان اليمني مرتبط بها بالفروسية، مرتبط بالهجن في كل مناطق واختلاف. اليمن بلد متنوع ثقافي، لكن هذه العنصرين مرتبطة بها ارتباط كبير. أستاذ ماجد، وأنت تتحدث عن هذا المهرجان وارتباط اليمنيين وبالتحديد محافظة شبوة بهذه الفعاليات، تذكرت أغنية الفنان اليمني الراحل أبو نصار، شدت خيول العوالق يا ليتني عولقي. فيعني فعلا محافظة شبوة معروفة بهذه الاهتمامات منذ قديم الأزل. فلو تكلمنا عن المحافظات التي شاركت في هذا المهرجان، يعني المهرجان كان مفتوح مثلا لجميع المحافظات؟ نعم، هناك مشاركين من مأرب، هناك مشاركين من لحج، من عدن. في المهرجانات السابقة هناك من حضرموت. هناك تواصل مع اللجنة ومعي شخصيا، وناس من البيضاء، من الجوف، أتوا ناس من الجوف لكنهم أتوا كمشاركين في الزوامل الشعبية، في الفعاليات اللي تقام في القرية التراثية. الذي لم يشارك في السباق في الهجن شارك في الفعاليات، فكانت مفتوحة. كذلك هناك من أبناء تهامة من شاركوا، وأبناء تهامة معروفون، وإن شاء الله نطمح مستقبلا إن وجدت الإمكانيات المادية خاصة أن يكون المهرجان يعني منفتح على أبناء الجمهورية كلهم، وكلنا في سواء قبيلة بلحارث أو أبناء مديرية عسيلان ومنطقة بيحان، كلنا صدور رحبة، وسنكون يعني في استقبال كل من يحضر. جميل. من المعروف ما شاء الله أهل شبوة أهل الجود والكرم. أستاذ ماجد، كلمنا أكثر عن تفاعل الإقبال، سواء كان من المشاركين والحضور. إيش قالوا لكم؟ إيش ردة فعلهم يعني ورأيهم بهذه الفعالية؟ حقيقة هم منبهرين ومعجبين بما وصلنا، ويطلبون المزيد، وهذا حقهم وطموحنا حقيقة. المشاركين هناك كثير منهم من جاء بقصائد شعبية، من جاء بزوامل، ومعروف فن الزامل الشعبي في اليمن هو أكثر شيء يعبر به الإنسان عن الإعجاب. هناك تواصل من زملاء لي في الوسط الإعلامي، كان لدينا طموح، وبإذن الله أنه سيكون من الأهداف المستقبلية تحسين في الجوانب الإعلامية. لدينا عتب كبير جدا على بعض المشاهير. القنوات حقيقة لم تقصر، لكن اليوم هو زمن السوشيال ميديا. مشاهير التواصل الاجتماعي في اليمن قصروا معنا، وعتبنا يجب أن يصل لهم. وجه لهم أستاذ ماجد رسالة عبر برنامج ديوان بلقيس، إذا أنت حابب. وجهنا لهم عبرهم مباشرة، ونوجه عبركم أن المهرجان وقته ليس يناير من كل سنة. المهرجان وقته مفتوح، المواد الإعلامية موجودة. الأخوة الحاضرين من الإعلاميين سواء يريدون التواصل عبر اللجنة الإعلامية، هناك لها من يمثلها، سيزودونكم بالمواد الإعلامية. يجب أن يبقى ما نشر في المهرجان أن يبقى يتم نشره وتداوله على طوال العام، لأن الشيء المشرف لليمن سواء هذا المهرجان أو غيره يجب أن يبرز. نحن نمر بمرحلة لدى الآخرين عن اليمن وتراث اليمن أو الإنسان اليمني صورة نمطية غير جيدة. صحيح. هذا دوركم في التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أن تظهرونها. نعلم أن الشارع أو الشارع العام يبحث دائما عن الترند، وللأسف بعض الناس يسوق نفسه في الوصول للإدارة من خلال إظهار الأشياء السلبية والأشياء السيئة. لا، المواد موجودة، ومن أرادها سيجدها سواء في صفحات القنوات التي حضرت أو في صفحات
الإعلاميين الذين غطوا الفعالية. ونحن أستاذ ماجد يعني كنا حريصين جدا على تغطية هذا الكرنفال الكبير الذي يعتبر من جزء من التراث والهوية اليمنية، وإن شاء الله السنوات القادمة البقية ما يقصروش. لكن لو تكلمنا عن الاختلاف، يعني ما هو وجه الاختلاف أو حتى التشابه بين المهرجان وبين المهرجانات الذي بنشوفها في دول الخليج؟ السؤال هذا ذو شجون حقيقة. نحن لدينا طموح أن يكون لدينا تقارب، لكن الحقيقة التي تفرض نفسها أننا لا زلنا بعيدين عن الوصول إلى نفس المستوى الذي وصلوا له الأخوة في دول الخليج. هناك ينقصنا في المنطقة مضمار، لأن الهجن أكثر من الخيل خاصة تخرج عن المضمار، لأننا نعمل وفق الإمكانيات المتاحة لنا أن نضع مضمار ترابي. هناك تحتاج إلى سياج حديدي للمضمار من أجل سلامة الهجن والهجانين والخيل والفرسان، من الخروج على السيارات التي تكون مرافقة من يمين المضمار ويساره. نحتاج إلى أن يكون هناك اهتمام، يعني يتم إنشاء نادي للفروسية والهجن في مديرية عسيلان يمثل بقية محافظات الجمهورية أو المحافظات التي ليس بها نادي. الاحتياج كبير من أجل أن نصل إلى هذا. لكننا كما أنا أشرت في بداية حديثي أن العمل إلى الآن لا زال مجتمعي شعبوي، لم نرتقي إلى العمل الاحترافي، وهذا ليس قصورا منا ولكن التقصير من غيرنا. هناك تقصير كبير للأسف من قبل وزارة الرياضة وهي معنية بهذا، من قبل وزارة الإعلام لم تقم بدورها بتاتا، خاصة هذا العام. وزارة الثقافة لدرجة أن مسؤولين الوزارات، مسؤولين مكاتب الوزارات في المحافظة لم يحضروا، راعي الحفل الأول لم يحضر، اكتفوا بأن يمثلهم وكيل المحافظة الذي هو من أبناء المنطقة ومن أبناء القبيلة، وحضوره يحضر هو إنسان داعم ويحضر بشكل سنوي. يعني كان من المفروض ومن المأمول من الحكومة أن يكون تواجدهم ودعمهم بشكل أفضل من المقدم. حقيقة تقصير تجاه المهرجان كبير. المهرجان يقدم للحكومة صورة إن شاء الله عن اليمن أفضل. إن شاء الله أستاذ ماجد رسالتك تكون وصلت للجهات المختصة، والنسخ القادمة والأعوام القادمة تكون هذه الفعالية تحظى بحقها، وإلى جانب يعني جهودكم الفردية المجتمعية من المواطنين تتضافر جهود الدولة كذلك، وحتى بإذن الله نشوف في يوم من الأيام هذا المهرجان نشوف من الدول الجوار والأشقاء العرب مشاركين في هذا المهرجان الكبير. الأستاذ ماجد الحارثي من شبوة كنت معنا لتغطية هذه الفعالية، يعطيكم ألف عافية على كل الجهود التي بذلتوها.